السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمله مكرونة بشاميل. اول حاجة بنسلق المكرونة ونسلقها نص سلقة، ما نسلقهاش قوي. تمام. هنحضر اللحمة المفرومة اللي عبارة عن بصلتين و300 400 جرام لحمة مفرومة. بعدين بعد ما المكرونة بتتسلق بصفيها بس ما اغسلهاش. حضر الحلة اللي هعمل فيها البشاميل. تمام. بحط شوية زيت وشوية سمنة. تمام. وبعدين بحضر من 4 معالق اكل 4 معالق دقيق. الكمية دي على كيلو مكرونة. تمام. يبقى 4 معالق كبيرة دقيق، واقلب واوطي النار. وانا بقلب الدقيق حلو قوي قوي اوطي النار. تمام. بس كتري السمنة والزيت عشان ما تكلكعش. اقلب بصفة مستمرة عشان الدقيق ما يكلكعش. اول ما لونه يبقى روز خلي بالك بوطي خالص، واجيب كوبايه واجيب اي خلطه بشاميل بقلبها على كوبايه ميه بارده عشان تتقلب خلطه البشاميل في كوبايه الميه البارده، واقلبها كويس قوي قوي واوطي النار خالص واقلبها. وبعدين يبقى اضيفها على الدقيق. تمام. وبعدين بحضر اللحمه المفرومه، البصله بحط عليها فلفل اسود وحبه ملح. عندك مكعب ماشي. تمام. بعدين ارجع تاني للدقيق. بص الدقيق بقى لونه روز فاتح. تمام. هقلب عليه الكوبايه اللي هي بتاعت خلطه البشاميل مع التقليب المستمر ووطي النار. وبعدين بجيب نفس الكوبايه احط فيها ميه بارده و3 معالق لبن بودره. تمام. مع بضايه مع شويه فلفل اسود، واقلب كويس قوي قوي قوي. اللي عايز يحط بيضتين ماشي، عايز احط بضايه واحده ماشي، مفيش مشكله. تمام. وبقلبها كويس قوي 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 قوي، وهضيفها برضو على البشاميل. تمام كده مع التقليب المستمر. افضل اقلب تقليب مستمر علشان عايزه البشاميل يبقى زي المستيكه، خلي بالكم. وبعد كده اعمل شوربه. ليه اعمل الشوربه؟ عشان افك بيها المكرونه، لان المكرونه مش هغسلها. مكرونه البشاميل ما بتتغسلش. تمام. هاجي جايبه مكعب ماجي. ولو ما عندكيش شوربه، لو عندك شوربه خلاص سخنيها لحد ما تغلي. طيب لو ما عنديش شوربه اعمل بجيب مكعب ماجي وبصله واعمل بيها الشوربه لحد ما الشوربه تغلي. بعد ما الشوربه تغلي هاخد منها وافك بيها المكرونه. اول ما الشوربه تغلي احطها على المكرونه عشان افك المكرونه. تمام. بعد ما افك المكرونه بجيب الصينيه اللي هعمل فيها المكرونه البشاميل. اعمل بقى؟ بحط عليها شويه زيت صغننين في قعر الصينيه. وبعد كده اجيب نص المكرونه احطها، وبعدين نص البشاميل احطه على المكرونه. تمام. واللحمه المفرومه بتاعتي. تمام. بعد كده اجيب نص المكرونه اللي فاضله، دي اللحمه المفرومه اهي حطيتها وفردتها. وبعدين اجيب باقي المكرونه كلها احطها، وبعدين البشاميل، وبعدين احطها على الفرن وتطلع بالمنظر ده. والف هنا وشفا. السلام عليكم.